اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتعلم المحفظه دي. هي تنفع تكون رجالي وتنفع تكون حريمي، فيها مكان للفلوس والكروت والكلام ده كله. تمام. واحلى حاجه ان هي مش بتاخد وقت طويل، يعني ممكن تعمليها مثلا في يوم او حاجه بسيطه خالص. يلا بينا نبدا. اول حاجه انا اخترت خيط اليزا ديفا قطن، رفيع شويه، مش تخين قوي ومش رفيع قوي، يعني هو متوسط في السمك بتاعه، لان بيدي فينش حلو. وكمان ابره مقاس 2. تمام. وهنحتاج الماركرز دولت، او ممكن تستخدمي دبابيس عادي عشان بس لما نيجي نشبكها نعرف نتحكم فيها. اول حاجة هنعمل سلسلة من 88 غرزة. تمام. لو انتي حابة يبقى بوك مثلا كبريه شوية، ممكن تضاعفي الرقم ده عادي براحتك خالص، بس هنا عشان هي يدوب على قد البطاقة او كده فعملتها من 88 غرزة. تمام. انا كده خلصت السلسلة، هي 88. بصوا بقى، كل اللي هيجي بعد كده هيبقى غرزة حشو. انا كل البوك ده او المحفظة دي هعملها كلها من غرزة حشو. اول غرزه هوقعها، مش دعوه بيها، مش هوقعها يعني مش هستخدمها. وهنبدا من تاني غرزه على طول ونبدا نشتغل غرز الحشو بتاعتنا. خلي بالكم انا كده اول غرزه ما اشتغلتش فيها، فبقى عندي 87 غرزه. تمام. يبقى انا دايما عدد الغرز بتاعتي لحد ما ابدا اقللهم هيبقى 87 غرزه. تمام. بس يعني وانتوا شغالين خلي بالكم ما نوقعش غرزه، يعني ما ننساش واحده. هنكمل بقى لغايه النهايه. كده خلصت خلاص اهو. بتأكد ان مفيش اي حاجة واقعة مني، لازم عشان لو في حاجة حصلت نلحقها، ما نكتشفهاش متأخر. هنعمل للصف التاني عادي، يعني هو مفيش اي مشكلة. هنعمل سلسلة ارتفاع، وبعدين هنلف الشغل بتاعنا ونبدأ نشتغل برضو 87 غرزة حشو كمان. ماشي، ادي اول غرزة، وبعدين هنكمل بقى لحد النهاية. بصوا احنا المفروض الجزء ده هنشتغل 13 صف، يعني انا اشتغلت واحد بقى معايا واحد وهنشتغل عليهم 13، يبقى احنا كده معانا في التوتال 14 صف. هنخلص بقى ال 14 صف وبعدين هقول لكم نعمل ايه. خلصت ال 14 صف بتوعي خلاص اهوت زي ما اتفقنا. ايه، هنبدأ بقى الخطوة اللي بعد كده، بس الأول نعد. تمام، مظبوطين 14. خلاص. هنعمل ايه؟ أول حاجة هنعمل سلسلة. تمام. وبعدين كأني هشتغل غرزة حشو عادية خالص، بس مش هعمل غرزة حشو، هنعمل 29 غرزة منزلقة. ماشي، دي أول واحدة، وهنكمل بقية ال29. كده انا خلصت ال29 غرزة منزلقة بتوعي. خلاص، الجزء اللي انا اشتغلت عليه بالمنزلقة مش هرجع له تاني، كل شغلي بعدين هيبقى في الجزء اللي هو ده، اللي انا ما قفلتهوش. تمام. طيب هنعمل ايه بقى؟ خلاص ده اتفقنا مش هنشتغل فيه. هندخل في الغرزة ال30 ونعمل غرزة منزلقة.
وبعدين نعمل سلسلة وفي نفس الغرزة اللي هي 30 وهشتغل غرزة حشو، وبعدين همشي بقى بغرز الحشو على بقية الصف كله. تمام. خلاص اللي فات ده احنا مش هنرجع عليه تاني، اللي احنا قفلناه بالغرزة المنزلقة خلاص. تمام. يبقى هنكمل على الجزء اللي احنا اشتغلناه، هيطول بقى شوية وبعدين هنقفله وبعدين هنكمل لفوق تاني. ماشي. كملوا بقى لغاية نهاية الصف. انا خلصت اهو الصف الزيادة بتاعي خلاص، شايفينه عامل ازاي طالع سنة كده، اهي دي الجزء اللي طالع كده. بصوا ازاي هقفلها على بعض. هجيب دي على دي بصوا بالشكل ده كده. ماشي. هيبقى فيه جنب قصير وجنب اعلى وجنب عالي خالص بقى، ده اللي هنقفل بيه، هيبقى الجيب اللي هيقفلها خالص. ماشي، عشان بس نبقى متخيلين شكلها عامل ازاي. فهنكمل بقى بقية الجزء ده. هنشتغل 6 صفوف، انا معايا واحد كده، هشتغل 5 صفوف كمان علشان نبدأ نقفل بقى الجزء الجديد. ماشي. هنشتغل عادي جدا كأنه صف عادي، هو صف عادي اصلا. اهو هنبدأ نشتغل. بصوا كده دول كانوا اخر 3، عايزة بس اوريكم ازاي هنشتغل على الغرزة اللي احنا يعني اللي هي كانت اول غرزة عملناها. ماشي. هنشتغل الغرزتين دول، 1 2. اهي اول غرزة بقى اللي جاية دي على طول عادي هشتغلها كأنها غرزة عادية جدا. هدخل الابرة وهشتغلها. خلاص بقى انا مش هرجع على الصف ده تاني، خلاص ملناش دعوة بيه. هنعمل غرزة كمان ارتفاع ونلف ونبدأ نشتغل على بقية الصف كله. وزي ما اتفقنا هنشتغل 6 كده، ده بداية الصف التالت بتاعي، يبقى انا محتاجة 3 كمان. كملوا ال3 وبعدين هقول لكم نعمل ايه. انا كده خلصت ال6 صفوف كلهم زي ما اتفقنا. هنبدأ نقفل 29 غرزة كمان بغرز منزلقة عشان نعمل الجزء التاني. بصوا ده الاول اللي كان قصير وده التاني اللي احنا هنعمله. تمام. يبقى ده اول حاجة قفلناها، واللي جاية دي على طول هي اللي هنقفلها. تمام. يلا بينا. اول حاجة برضو هنعمل سلسلة عادي وهنقفلها زي ما قفلنا اللي تحت، يعني مفيهاش اي حاجة جديدة. دي السلسلة وبعدين هنلف الشغل بتاعنا ونبدأ نشتغل 29 غرزة منزلقة زي ما عملنا تحت. بعد لما خلصت ال29 غرزة خلاص، خلاص برضو مش هنرجع لهم زي ما عملنا في اللي تحت. هنبدأ بقى كل الشغل هيكون في الجزء اللي جاي ده. تمام. هنبدأ نشتغل، هنعمل برضو هندخل في الغرزة رقم 30 وهعمل غرزة منزلقة وبعدين نعمل سلسلة، وفي نفس الغرزة رقم 30 هعمل غرزة حشو، وبعدين زي ما عملت بقى قبل كده عادي هنشتغل لغاية نهاية الصف وبعدين نرجع لغاية الغرزة اللي احنا عملناها دلوقتي، وهكذا بقى. ماشي. هنشتغل كام غرزة بقى بعد كده او كام صف، سوري، هنشتغل 42 صف. تمام. يبقى خلاص ده احنا مش هنرجع له، هنكمل بقى على ده الطول كله 42 صف. بصوا كده انا خلصت اهو الصف الاول. بعدين زي ما عملنا تحت عادي مفيهاش مشكلة. هنرجع برضو بغرز حشو عادية لغاية النهاية.
خلاص اهو زي ما اشتغلنا الجزء اللي تحت تمام، مفيش مشكلة خالص. بصوا هوريكم بقى يبقى عاملة ازاي. هنتني دي على دي، وبعدين نجيب الطرف التالت بتاعنا ونتنيها كده. بدأت تبان اهي، صح؟ يبقى ده الجيب اللي تحت، وبعدين الجيب اللي فوق، وبعدين هنعمل بقى ايه الجيب اللي هيتقلب من فوق خالص. يبقى هنشتغل زي ما اتفقنا 42، ممكن نقللهم، ممكن يبقوا 40 عادي، ممكن يبقوا 41 42 زي ما انتوا عايزين. خلاص. الجزء بقى اللي فوق ده بصوا هو ليه طويل قوي كده، لان هي دي هتتقلب. تمام، يعني احنا هنشتغلها وبعدين هنقلبها كمان. خلاص، اتمنى تكون واضحة يعني. خلاص هنكمل بقى وبعدين اشوفكم بعد ما تخلصوا. تمام كده خلاص، انا خلصت اهو الجزء بتاعي كله. ماشي، هنقفلها بقى زي ما وريتكم قبل كده. اهو في جزء طويل قوي وجزء قصير وبعدين جزء لا اقصر خالص. هنحطهم بقى على بعض، الجزء ده على الجزء ده، وبعدين التالت، وبعدين اللي فوق هنتنيها عشان تكون طايلة تبقى زي تقفل عليها يعني زي القفل كده. ماشي. ده هيكون شكلها قبل طبعا ما نقفلها او كده، بس علشان نضمن ان احنا نقفلها صح وما تكونش في غرزة مايلة او واخدة كيرف كده او حاجة، هنستخدم الدبابيس او الماركرز ديت. ممكن تستخدموا دبابيس عادي، اي دبابيس عندكم. بعد كده هنعد. تمام، كل اتنين مع بعض. 2 4 6 8 10 12 14 16 18، ومعايا واحد فوق وواحد تحت، يبقى كده 20. تمام، يبقى انا هعد 20 صف علشان اقفل التاني ده. ماشي. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 بقى الصف ده، علشان ده كده 19 ومعايا واحد تحت، يبقى دول 20. ماشي. هحط الابرة علشان احدد بس المكان، وهجيب الماركر بتاعي، وفي الغرزة نفسها، في الغرزة دي، وهحط الماركر بتاعي، وبعدين هجيب بقى الجزء الأعلى شوية وهحطه في الماركر علشان أحدد لنفسي إن دي الغرزة، عشان لما نيجي نقفل لو غرزة وقعت مننا أو اتعوجت أو كده هتبقى باظت. ماشي. هنعمل نفس اللي عملناه في الجزء الصغير دوت. هنعدهم برضو نشوفهم هما كام. هما تقريبا 14 صف. ماشي، تعالوا نعد اتنين مع بعض. 2 4 6 8 10 12 14. هنعد على الجنب اللي تحت. 2 4 6 8 10 12 14. يبقى على الصف ده بالظبط كده، وهناك في الاخر خالص هنحط المارك. بصوا انا دخلت الابره فين ما بين الغرزه دي والغرزه دي. ماشي. هحط بقى الماركر بتاعي. هنحط الماركر زي ما حطينا التاني عادي خالص، وبعدين هجيب الجزء القصير وهدخلها في اول غرزه ليها اهو، نقفل الماركر علشان ما يقعش. وادي اول جيبين اتعملوا معانا. الجزء اللي فوق برضو هنعد فيه بالاتنين برضو كده. 2 4 6 8 10 12 16 18، وهنيجي عند 20 وهنحط الماركر برضو بتاعنا ونقفلها كده. تمام. خلاص كده عشان برضو ده يبقى الجيب بتاعنا اهو. هيقفلوا على بعض ان شاء الله. لما تتقفل بقى هتبان اكتر، يعني هي لسه مش باينه قوي دلوقتي. في نفس المكان اللي حددته هجيب الماركر وهقفل الجنب ده والجنب ده. انا كده قفلت الجنب الاول، هنقفل كمان الجنب التاني. خليهم على خط واحد، بلاش يبقى ايه واحده فوق وواحده تحت او كده، كله يبقى على خط واحد احسن علشان يكون شكلها احلى في التقفيل. برضو بنفس الشكل. خلاص كده ده هيكون شكلها ان شاء الله بعد ما تتقفل. هنقفلها ازاي بقى؟ ممكن تخيطيها بإبرة الكنفة او بإبرة الخياطة عادي، ما فيش مشكلة. بس الأحسن اللي بشوفه أحلى إن احنا نقفل بالكروشيه برضو. بصي بقى، بصوا أنا تنيتها ازاي. تانيها هو عادي خالص. هنجيب الإبرة بتاعتنا، إبرة الكروشيه عادي، وهندخلها في الغرزة دي والغرزة المقابلة ليها بالظبط في الجنب التاني. تمام، بس خلي بالكم أنا بخيط على الظهر، مش بخيط على الجزء بتاع الجيوب، بخيط من بره. ماشي.
وهنجيب الخيط بتاعنا. لو حابة تغيري تدخلي لون تاني مثلا براحتك، دي حاجة ترجع لكم يعني. ماشي كده. هنشتغل بقى ايه. اول حاجة خرجت الخيط اهو بره، وبعدين هعمل سلسلة، وفي نفس المكان هنعمل غرزة حشو كمان. هنعمل غرزة حشو، وبعدين نرجع بقى على كل غرزة والغرزة المقابلة ليها ونعمل غرزة حشو. يعني بصوا دي اهي، والغرزة المقابلة ليها بالظبط، نتأكد ان هي المقابلة بالظبط. ماشي. الخيط ده هاتوه كده فوق الإبرة علشان نتقفل معانا كويس، ونبدأ نشتغل غرزة حشو. هنكمل بقى على كده لغاية لما نخلص الجيوب كلها، كل واحدة والمقابلة ليها، ونعمل غرزة حشو. لو حاسة ان التقفيل بالكروشيه صعب، قفلي بالإبرة عادي بنفس الخيط بتاعها، والإبرة اللي هي بتكون كبيرة شوية ونقفله عادي، بس نصيحة يعني دي أحلى. تمام. كملوا بقى لغاية الماركر وهقول لكم نكمل ازاي. ده هيكون اخر غرزتين معانا قبل الجيب ما يخلص. تمام. دي غرزة كمان، فاضل غرزة المفروض نقفلها، هنلاقيها طايرة كده شوية. اهي. بس الاول نتأكد ان انا ما فيش غرزة فلتت مني او ما شفتهاش او كده. نتأكد ان كله تمام. بصوا مقفولة اهي، مقفلة كويس اهي، ما فيش اي غرزة الحمد لله وقعت ولا اي حاجة خالص. تمام خلاص. طيب نقفل بقى الغرزة اللي باقية. هناخد دي مع الغرزة المقابلة ليها بالظبط، وهنقفلها عادي. ودي اخر غرزة في الجنب اللي احنا شغالين عليه. وبعد كده الجزء اللي جاي ده فاضي، مش هنقفل حاجة عليه، بس مهم ان احنا نشتغل عليه علشان يكون الجنب كله يعني ايه زي بعضه، مفيش حتة طالعة وحتة نازلة وكده. فهنكمل الكام غرزة اللي مفيش عليهم حاجة، مقفلينها سوا، ونبدأ نقفل الجيب اللي جاي. بصوا بقى، علشان الجزء اللي جاي ده مهم خالص، احنا هنقفل هو هنا الجيب ده العالي شوية، اللي هو اصلا مفيش حاجة هنقفلها معاه، بس مهم ان احنا برضو نقفلها عشان تبقى ايه الشكل كله متناسق مع بعض. هدخل الابرة زي ما انتوا شايفين كده، وهطلعها من الجنب التاني. هو هنا مفيش اي حاجة هنقفلها، هي اصلا شبكة في بعضها يعني مش محتاجة تتقفل، ولكن مهم برضو ان احنا نعملها. يبقى هندخل الابرة ما بين الغرزة هنا، وهنطلعها من الناحية التانية. هتبقى في حتة زي كأنها غرزة عادية كده برضو.
ماشي، هنشتغل عليها عشان زي ما اتفقنا نخلي الاطار كله شبه بعضه، مفيش حته واقعه وحته طالعه وكده. ادي اول غرزه اهي هنعملها. ماشي، ونبدا نقفل بقى التانية. بصوا كده بعد ما خلصناها، بصوا شايفينها شكلها حلو ازاي، الاطار بتاعهم مظبوط زي دي كده، دي اللي معموله خلاص. هتبقى كلها مظبوطه وكلها ايه، متناسقه مع بعضها. خلاص هنكمل برضو بنفس الشكل زي ما قلت لكم قبل كده لحد الماركر. ولما يجي الماركر هنبدأ نقفل بقى التلات اجزاء مع بعض. وصلنا عند الماركر وهنشيله، وبعدين نبدأ نقفل بقى. تمام زي ما كنا شغالين عادي، بس الزيادة ان احنا بنزود الجزء اللي هو ايه اللي مش متوصل بيهم. وهنكمل برضو لغاية لما نخلص الصف كله زي ما عملنا اللي فوق. لما نوصل عند اخر غرزة هنا هنعمل فيها 2 غرزة حشو. تمام، على اساس ان هي هتبقى كورنر يعني، فتكون ايه او ركن، فيكون شكلها حلو كده. ماشي، انا عملت 2 اهو في نفس المكان. تمام، بصوا شكلها بقى عامل ازاي. هي ممكن تكون فيها حتت طالعه وحتت داخله لما هنشتغل الصف النهائي خالص، اللي هو يكون غرز منزلقه. كل ده هيتدارى خالص وهتبقى شكلها جميل خالص ان شاء الله. هنكمل بقى، هنقفل ال3 اجزاء دول على بعض. هي سهله برضو زي ما قفلنا اللي على الجنب، هنقفل ده. اول غرزه هندخل فيها. ماشي، وبعدين ناخد الغرزه اللي بعدها على طول في تاني طبقة، وبعدين الطبقة التالتة هناخد برضو ايه الغرزة. يبقى احنا كده كلهم الغرزة الأولى. ماشي، وهنقفلهم كلهم بغرزة حشو برضو. ماشي، ونفس اللي عملناه نكرره تاني. الغرزة التانية، الغرزة التانية اللي قصادها،
الغرزة التانية في الطبقة التالتة، وبعدين نقفلهم كلهم بغرز منزلقة ونكرر تاني. خلاص كده، وهنكمل بقى لغاية لما نوصل لنهاية الصف كله. خلاص، بعد ما خلصناهم في نفس الكورنر زي اللي فات، هنعمل 2 غرزة حشو برضو علشان تديني الكيرف بتاع الكورنر ده. تمام، انا هدخل الابرة هنا، وبعدين نعمل 1 وواحدة كمان التانية. خلاص، وبعدين هنقفل بقى الجنب ده زي ما قفلنا اللي فات، يعني هو نفس الفكرة ونفس الطريقة كل حاجة لغاية لما نخلص لحد النهاية هنا. تمام، خلاص اهو قفلنا الجزء ده. تمام، خلاص شايفين شكلها عامل ازاي، بدأت تبان شوية. هنيجي بقى في الكورنر ده برضو هنعمل 2 غرزة حشو علشان برضو تديني نفس الكيرف ده ويبقوا كلهم زي بعض. 1 2. تمام، بصوا بقى، شايفين الصف اللي فوق ده هو كله غرز حشو، انا هدخل الابره فيها في غرزه الحشو دي على طول الصف ده، وهنشتغل غرز حشو برضو. ليه؟ طيب ما هي كده كده مقفوله ومش محتاجينها يعني، لا، علشان تكون شكل المحفظه كلها زي بعضها زي ما اتفقنا. ماشي، ما احنا عملنا غرز حشو على الايه، على الاربع جوانب بتوعها كله، هنكمل غرز حشو لحد النهايه. لما نوصل لنهايه الصف، خلاص كده تقريبا خلصت، هنعمل فاضل لنا غرزه كمان هنعملها، وبعدين في اول غرزة كنا عاملينها خالص هنعمل فيها غرزة حشو كمان في اول غرزة خالص اهي. تمام، يبقى انا كده عندي كل الاربع كورنرز بتوعي فيهم 2 غرزة حشو، وبعدين هنقفل بغرزة منزلقة. ماشي، بعد كده هنقص الخيط بتاعنا. لا سوري، ما نقصش، لا مش هنقص. ماشي،
خلاص اهو، خلاص خلصت. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ لسه لأ، لما الصف النهائي هو اللي هيفرق بقى في الفينش كله يعني. تمام. هي مظبوطة الحمد لله. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنعمل هنلف الشغل كده زي ما انتم شايفين، وعلى الظهر هنبدأ نشتغل غرز منزلقة. خلاص تمام، على الظهر على الناحية التانية. انا لفيت الشغل كده ماشي. وبعدين هنبدأ نشتغل غرز المنزلقة على كل الجوانب بقى. اي غرزة حشو عملتها في الإطار هعمل عليها غرزة منزلقة. اخر غرزة هنعملها اهي، وبعدين هنقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة عملناها برضو. ماشي خلاص كده هنقص الخيط وبس. هنبدأ نداري بقى الخيط بالإبرة بتاعتنا، وخلاص هتبقى كده المحفظة خلصت. خلاص كده قفلناها وتمام، المحفظة تمام وجربناها كمان. خلاص كده تمام اتقفلت وهي تمام قوي. نجرب الكارت ده. ماشي اهو، نقفل المحفظة تمام الحمد لله مظبوطة. خلاص كده ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.